هو الثلاثي قد اكتمل رسميا. حدث في 3 أيام فقط. مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي والجزائري في كل المجالات الاقتصادية والعسكرية وتعميق المباحثات بين البلدين أكثر فأكثر. عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران وفتح السفارات في كلا البلدين خلال الشهرين القادمين. أذيب الثلج اليوم وضرب العراب الأمريكي على يده، والذي كان يظن بأنه سيستطيع الوقوف أمام المارد الصيني والدب الروسي اللذان عقدا العزم على قطب عالمي جديد. يذكر أن السعودية وإيران على عداء دام أكثر من 9 سنوات حتى جاء القطب العالمي الجديد ليذيب هذا النزاع الذي طال وليضمهم رسميا لحلف اقتصاد العالم بريكس، علما أن هذه الدول قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى جانب الجزائر، ليكون هذا الثلاثي تحديث لأقوى اقتصاد في العالم يضم كل من روسيا، الصين، الهند، جنوب إفريقيا والبرازيل. الجزائر اليوم تعبر عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي ميزت المباحثات التي جرت بين البلدين الشقيقين برعاية جمهورية الصين الشعبية. توافق، تقارب، وأن هناك فتح لسفارتي الدولتين خلال شهرين فقط. هذا كل ما خرج. أيضا أيضا هذا الاتفاق هو بمثابة خريطة طريق. لا يعني أن العلاقات عادت إلى مجاريها وأن التوطيد اكتمل وأن الأمور على ما يرام. هذا فقط عبارة عن خريطة طريق، توافق على المبادئ التي يريد الطرفان أن تكون عليه العلاقات لتحسين وتوطيد هذه العلاقات. هذا بداية. لكن بالتأكيد أن كلا الطرفين مستفيد من هذا التقارب. منذ 2016 تراجعت أو قطعت العلاقات بين طهران والرياض، ولم يكن أي من الطرفين كاسب في الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي. إيران مثلا الآن تعيش عزلة كبيرة على المستوى الدولي، وبالتالي هي تريد أن تخفف من هذه العزلة على الأقل على الصعيد الإقليمي، خاصة أنها تعيش هذا الموقف الحازم الصارم بعد أن تراجع أو بعد توقف العمل بالاتفاق النووي مع الغرب، وبالتالي تريد أن تخفف من وطأة هذه العزلة بتحقيق هذا التوافق مع أحد أقطاب المنطقة الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية.